ملي كنكونوا كنعانيو من مرض السكري، كلشي كيهضر لنا على السكر وعلى الانسولين، ولكن قليل اللي كيهضر على واحد المحور اللي هو مهم، واللي هو محور الغده الدرقيه الايض ولا لاك ستيرويد ميتابوليك، مع انه اساسي في التنظيم ديال السكر والطاقه في الجسم ديالك. كاينه واحد المراجعه علميه نشرات كتبين بلي الهرمونات ديال الغده الدرقيه كيأثروا بشكل مباشر على الفعاليه ديال الانسولين وعلى كيفاش الجسم ديالك كيستعمل السكر. يعني إلا ما كانتش الغدة الدرقية ديالك خدامة مزيان، الجسم ديالك ما تيحرقش مزيان السكر، والفعالية ديال الأنسولين كتنقص. وبزاف ديال الدراسات الحديثة بينت على أن القصور ديال الغدة الدرقية كيتشاف بزاف عند الناس اللي كتعاني من السكري من نوع واحد، الناس اللي كتعاني من السكري من نوع جوج، وحتى الناس اللي عندها مقاومة الأنسولين. وهذا الشيء ماشي غير صدفة. ونزيدك واحد المعلومة مهمة بزاف، حتى إلا كانوا التحاليل ديال الغدة الدرقية عاديين، راه ما كيمنعش بأن الغدة الدرقية ديالك تكون خدامة بكفاءة أقل. الغدة الدرقية دايرة بحال واحد لو تيرموستا ديال الجسم، إلا تباطأت الميتابوليزم كامل كيتباطأ، وهذا الشيء كيأثر على السكر ديالك. الصحة ديال التيرويد ديالك خاصها تكون أولوية بالنسبة ليك إلا كان عندك السكري، ما قبل السكري ولا مقاومة الأنسولين. إلا بغيتي توصل بلا فيش بي دي اف اللي فيها المعلومات ديال هاد لا فيديو، دير فولو لهاد الحساب وكتب تعليق بكلمة تيرويد. تابعني للمزيد مع دوك بونا.